Alright ladies and gentlemen، أهلا بكم أيها السادة والسادة أيها السادات والسادة. عايز أتكلم شوية عن سن المراهقة، السن بقى اللي الشباب بيكتشف في نفسه وهو عايز إيه وبيحب إيه بيكره إيه هو مين والكلام ده، واللي هو مش سن لازم يجي في سن معين، عادي بيجي في أي وقت، وهو مسمى بس ما هوش يعني اللي هو أنت لازم وأنت معدي تعدي عليه، لا عادي يعني. بعيدا عن صورة الشاب اللي هو إيه بيجي في سن معين وبعدين بينحرف وبيعمل مش عارف إيه وبعدين يقول لك يا عم مش مشكلة ده طيش شباب وسن شباب وهيعدي مش عارف إيه، بعيدا عن الهبل ده اللي هو أنت مش لازم تعدي على فترة انحراف وبعدين انحراف تتوب وبعدين بتتوب تعمل مش عارف إيه، يعني السيكونس اللي هو الستيريوتايب ده الفاكسان بعيدا عنه يعني. لكن الفكره في النضج، ممكن الحاجات اللي هقولها دلوقتي دي نحطها تحت مسمى عدم النضج او يعني فكر خاطئ عن الحياه مثلا، مش عارف، بعيدا عن المسمى يعني، بس دول 6 حاجات الناس الكبار بتعملها وهي يعني تعتبر من صفات المراهقه نوعا ما، والسادسه ستصدمك، هي عادي زي الباقي كلهم بس هو لازم يتقال كده. اول حاجه being real، او ان انا ابقى انسان حقيقي. يا سلام، مزيكا بتمزجني الحاجات دي. طبعا حاجه كويسه ان انت تبقى انسان حقيقي ومش بفيك، مش بتنافق حد وكده والدنيا ماشيه معاك سالكه، بس مش ده القصد، دايما مش ده القصد، هو بيبقى حاجه شكلها حلو من بره بس هي من جوه هبل. الفكره بقى ليه بيقول لك انا ابقى ريل وابقى حقيقي ومش عارف ايه؟ عشان إيه؟ الفكرة فين؟ الفكرة إنه مفهوم إن هو يبقى حقيقي، إن هو يبقى إنسان حقيقي، إن اللي هو يحسه أو اللي هو عايز يعمله، إن هو عادي يقول أي حاجة ويعمل أي حاجة بس تحت مسمى إن هو بيكون حقيقي، والفلاتر كده اللي بتعدي عليها الكلام أو الأفكار قبل ما تتحول لأي حاجة تانية في الزبالة، فهو بيعرف ده على أساس إن هو كده إنسان حقيقي. لما مثلا يكون عايز يقول حاجة لحد بس هي حاجة ممكن تبقى بتضايق أو حاجة مش صح قوي أو ممكن يبذل فيها مجهود شوية عشان يخليها أحسن، لا يقولها كده زي ما هي ومش مهم اي حد تاني، عشان كده انا حقيقي يا برو، يا برو انا كده حقيقي، مش هبقى فيك كده، ابقى فيك وبصطنع، لا يا باشا احنا ريل بينج ريل، فبيمشيها في سكه ايه اصل انا كده ببقى حقيقي، فهو حرفيا ده كسل، هو كسل ومش واقعيه خالص، يعني الحياه مش تمشي كده. يعني ماشي انا معاك ان انت لما بتقعد تفكر مثلا الناس هتقول ايه ومين شايفني ازاي، دي مش حاجه في معظم الاحيان مش حاجه حلوه، بس دي فيها انانيه شويه. ودايما برضو حوار البينج ريل وان انا ابقى انسان حقيقي كده بيبقى دايما مرتبط بحته الحزن، اللي هو لو شخص من الناس بتوع بينج ريل شافوا شخص مثلا حزين فده معناه ان هو حقيقي، لان طبعا كل الناس السعيده هم فيك، مش حاجه اسمها يعني ايه سعيد، اصلا مفيش حد مبسوط في الدنيا، مفيش حد اصلا عنده اي مشاعر ايجابيه في اي حاجه في الدنيا، فعشان كده انت فيك، لو انت مش مكتئب وعايز تقطع شرايينك انت كده فيك. وده بينقلنا لنقطه تانية، هو مش بينقلنا ولا حاجه، انا اللي نقلتنا، اللي هي romanticizing sadness، او انك تخلي الحزن شيء رومانسي نوعا ما، واتكلمت عليها من فيديوهين 3 تقريبا فمش هتكلم فيها كتير، بس حته المراهقه اللي فيها اللي هو يعني ايه دايما الصوره بتاعت الشخص الشاب ده او المراهق اللي هو بقى مكتئب على جنب كده وشكله روش ومش عارف ايه، يعني فمش هتكلم عليها كتير عشان كانت هتبقى كده، بس ده جزء منها لو كبرتها شويه بتبقى اللي هو romanticizing الحاجات عامه، او انت بتخلي الحاجات عامه رومانتيكيه، اسمها رومانتيكيه مش عارف، الجواز مثلا، فكره مثلا ان ده شيء كده حاجه خياليه وفي فراشات و... ومزيكا ولازم يبقى في قصه دراميه ولازم يبقى في الحب مشتعل وبعدين يحصل الانفصال، بعد الانفصال يعني الصوره اللي بتترسم من الافلام والمسلسلات دي في ناس كتير قوي بتاخدها حقيقه وبتصدم لما يكون ده مش موجود في الحقيقه، ويقول لك مفيش حاجه اسمها حب، مفيش حاجه اسمها، لا هو مفيش حاجه اسمها حب، اللي انت بتشوفه في الافلام والمسلسلات ده يعني شبه ما بيحصلش، فكونك تخليه يعني هو اصلا حاجه رومانسيه، يعني تخيل هو شيء اصلا رومانسي عامه، الحب والجواز والكلام ده، انت هتخليه رومانسي زيادة عن اللزوم بقى وتخليه خيالي مش حقيقي خالص. عامة ممكن النقطة دي تبقى عدم الواقعية عامة في الحياة، اللي هو انت لو كبرت كفاية او لو فهمت شوية اكتر من كده هتعرف ان كل ده مش حقيقي يعني. برضو فكرة ان انت تخلي مثلا حاجة زي الشغل شيء كده في الهوا في الفضاء، اللي هو انت مثلا تقعد تكافح وتبدا مش عارف من جراجك، برضو يعني حاجات جايه من المسلسلات والافلام نوعا ما، بس فكره اللي هو الخيال، الحاجه اللي هي مش حقيقيه اللي دايما بتتحرك فيها مشاعر قوي وفي الاخر ده ما بيحصلش في الحقيقه. رابع حاجه وهي الهري، بيبقى فيه هري، واقصد ايه بالهري بقى، اللي هو الكلام من اجل الكلام، بس احنا عاملين نفسنا ان احنا بنقول حاجه مهمه، يعني بحس الهري في الكلام ده بيبقى موجود مثلا في الثانوي مثلا، وشويه بنات كده بينموا على شويه بنات تانيين، وفي ولاد مش عارف بيقولوا مش عارف شفت اللي حصل كذا كذا، واللي هو يعني الموضوع يبقى حاجه اللي هو مثلا يبقى يحصل حدث، هو حاجه عبيطه جدا عادي يعني بس يحصل والناس كلها تتكلم عليه ويبقى شيء، وهو ولا حاجه، بحس الحوار ده اخره ثانوي،
يعني ماشي لو عدى معاك في الجامعه ماشي هعديها لك، مش هعديك حاجه قصدي يعني. بس هو حتى يعني الكلام ده مش بينتج عنه مثلا مشاعر معينه، اللي هو انا استفدت مثلا خدت شعور معين من الكلام الهري. لا هو بيبقى هري من اجل الهري بس. يعني حتى الموضوع ما هوش مثير للاهتمام كفايه، ولا مضحك، ولا محزن، ولا اي حاجه. هو كلام بس، لو احنا بنتكلم بس من اجل الكلام. اوكي. النقطه الخامسه، وده بقى ترند بقاله كتير مش عارف ليه مش عايز يموت، الا وهو السيلف لاف سلاش سيلف كير. تاني في حد ذاته حاجه كويسه انك تهتم بنفسك، تحب نفسك، مش عارف ايه الحاجات دي، حاجه ايجابيه. لكن اولا انت عدى عليك يوم مش جاي معاك سكه تعمل اي حاجه خالص، وعكيت الدنيا وكان في حاجات المفروض تعملها ما عملتهاش مش عارف ايه، استخدم كارت سيلف لاف سيلف كير داي. فهو من ضمن استخداماته ان انت تريح ضميرك شويه من اللي انت عملته، فاللي هو خلاص تقلب اي يوم مش عاجبك اقلب سيلف كير داي سيلف لاف. تاني حاجه جمله اللي هو ايه، يا لهوي يا عم استفزاز كنت زهقان شويه فقلت اخد نفسي واخرج. يا لهوي الجمله دي بتكرنجني كده. يعني على اساس بقى انت كده الواد بقى متصالح مع نفسه، واللي هو فاهم انا خرجت انا خروج انا ونفسي واحنا جامدين، واحنا انتوا مين يا ابني انت ما تستبعدوا في ايه. ماشي الجانب الكويس منها ان انت تبقى مبسوط مع نفسك عادي. مش محتاج يعني، في فرق بين محتاج ان يبقى في شخص على طول معاك وهو ده اللي بيمشيك في الحياه، في فرق بين انت اوكي ده بيزود حاجه بيخليك احسن مش عارف ايه ماشي. بس الموضوع متاخد في سكه ان الناس مش محتاجه الناس، كل واحد مع نفسه عادي، ما فيش حد محتاج اي حد خالص، وعادي ان انت تبقى وحيد وعندك افتقار لمشاعر كتير، ده شيء عادي. خد نفسك وانزل اخرج. الموضوع ما بقاش اللي هو ده بيعوض ده، اللي هو انا تمام لازم ابقى تمام مع نفسي في نفس الوقت العلاقات وكده مهمه والحاجات دي، لا هو ده بيعدي بقى، عدي فوق خالص فاهم، ودوس على ده ووقعه خالص، شيله من دماغك عشان تبقى انت متوهم ان الحياه بتتعاش كده من غير ناس خالص، وان انا ابقى تمام. ده غير ان اي حاجه كده بتحط عليها ايه ختم السيلف لاف. عادي دخلت استحميت سيلف لاف، نزلت جبت عصير مثلا او حاجه ساقعه سيلف لاف، لبست مثلا لبس كويس او اي حاجه، كلت عادي سيلف لاف. الحاجات دي قبل الحوار ده كانت عادي اللي هو مثلا اخش استحمى، اروح اكل، هنزل اجيب حاجه، لا بس هي كلها بقت تحت اطار السيلف لاف. ما ينفعش حاجه تتعمل من غير لما نحط لها مسمى. برضه دي بحسها حاجه مراهقيه شويه، برضه هي حاجه غريبه ان هو كل دول حاطينهم في نفس الليسته. بس تمام. الحاجه السادسه والاخيره واللي تندرج تحت التوهم، السذاجه، حاجات كتير، هي الفيكتيم منتاليتي او عقليه الضحيه. دي بقى هتلاقيها بجد اكتر بجد في المراهقين اللي هم فاهم، او الشباب فاهم 16 15 مش عارف اقل شويه حاجه و20 كده الحته دي كده. يعني انا بشوفها اكتر حاجه في السن بتاع المراهقين اللي هم مراهقين بقى. كل الحاجات اللي قلتها دي عادي ممكن تلاقيها في ناس كبيره قوي او ناس اصغر ناس مش عارف ايه، بس دي بالذات بحس متركزه قوي في الحته دي عشان اللي هو ما عداش بتجارب مثلا كتير في الحياه، او ما فهمش قوي ان الحياه مش ورديه. يعني مش كل حاجه هتروح تعوز تعملها هتجيلك، ومش لازم انت تفكر فيه او انت وجهه نظرك هي تبقى الصح، ممكن تطلع غلط وهتداس على وشك وهتتبهدل. دي من ضمن اكسبيرينس الحياه. شوف، فالفكره بقى لما بيحصل له حاجه عكس اللي هو في دماغه، التوهم اللي في دماغه بيبتدي بقى ايه، يتحط في عقليه الضحيه على اساس ان هو الوحيد اللي في الدنيا اللي حصل له حاجه سيئه، كل الناس حصل لها حاجات زي الخرا. فجس وات الدنيا صعبه يا الهي. الفكره بقى ان ده بيبقى حاجه نوعا ما متوقعه او تمام متقبله يعني نوعا ما في السن بتاع المراهقه او سن الشباب ده، ان هو شخص فعلا ما عندوش تجارب كتير، ما دماغه ما اتفتحتش لحاجات كتير، ما عملش حاجات كتير تخليه تاخد الصدمه بتاعت ان لا الدنيا صعبه فعلا وان مش تمشي معاك سالكه. ماشي طب متوقع. الفكره بقى ان السن اللي اكبر من كده ساعات بيبقى عنده الشيء ده، بيبقى عنده برضه عقليه ان انا ضحيه، انا مظلوم، انا مش عارف ايه، عملوا فيا وسووا فيا والقصه دي كلها. فده الغريب ان انت المفروض انت بقالك كتير عايش على الارض، فانت اكيد اتعودت على اللي فيها يعني. بس الجانب الكويس ان تقريبا كل اللي قلته ده ساعات بيجي الناس بس تبقى فيز، تبقى بس وقت كده هو ماسك فيه فاهم حاجه معينه، شخصيه معينه، عقليه معينه، وعادي بتتشقلب وتروح يجي بعدها حاجه تانية فاهم. فكونك تعرف ان انت مثلا ماشي بنمط معين او انت في فيز في مرحله معينه دي لوحدها حاجه كويسه. الحاجات دي انتوا شايفينها حاجات مراهقيه لو دي اصلا كلمه في الحياه، ولا حاجات عاديه بس وانا حطيتهم كلهم في ليسته وخلاص؟ عشان مش عارف، حاسس ان في حاجات منها ممكن ما تبقاش اللي هو ايه ده حاجه مراهقه بعدين كده زي ما انا شرحت في الاول. بس المفروض تقول صح لايك وسبسكرايب والحاجات دي. ها هو ده بيرك، ها بيرك.